هكذا الدنيا علينا حكمات، وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات، خيوط حياتنا في ايديه. والدنيا علينا حكمات، وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات، خيوط حياتنا في ايديه. ضحكنا يوم نبكو عشرة، القلب مهموم شاف حقه العذاب. عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى كلكم تكونوا بخير بالف خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد وغنديروا ملخص او توقعات الحلقه الاخيره من المسلسل المفضل ديالكم المكتوب الجزء الثاني. كيف ما شفتوا معايا في رمضان اللي داز كنت متبعه معكم جميع التوقعات كل يوم، وهاد المره بحكم الظروف ما قدرتش انني نتبع معكم كل يوم، وقلت غدا نبدا نحاول انني نحط لكم الحلقات المتبقيه من المسلسل المكتوب. غنبداو ان شاء الله بالحلقه الاخيره او توقعات الحلقه الاخيره من المسلسل المكتوب اللي غادي نبداوها مع هند كيف ما عرفتوا بانها كانت جابت ولد، وقالت لهم بانه هو الابن ديال عمر المعطاوي. وكيف ما شفناها باخر مره بانها ما كانتش اصلا كتولد، او ما كانتش ناويه انها تولد. ومن بعد ما جابت هذاك الولد ما عرفوش شكون هو وما عرفوش واش ولدو ولا لا، ولكن هي غادا تتاثر بهاد الامور هذه، وغتبقى تحس بتانيب الضمير، وغادا تبقى تحس بتأنيب الضمير وعارفه بان الولد ماشي ولد عمر المعطاوي. وفاطمه الخادمه ديالهم او المساعده ديالهم كتعامل معاه على اساس الابن ديالها. هو ما غيكون لا الابن ديالها لا الابن ديال فاطمه، لان فاطمه ما كتولدش نهائيا، وهذا كان مجرد اتفاق بيناتهم باش يجيبوا عمر، باش بقاو هكايا عندهم الاملاك ديال عمر المعطاوي كامله، وعندهم السلطه باش يمكن لهم يشدوا هذيك الاملاك كلها. وهنايا خطوه بخطوه غادي تكتشف الحقيقه في الاخير، وغادي يعرفوا كل شيء الحقيقه ديال وهند كيف ما كتشوفوا انها دائما ساهيه وغير كتفكر، ولكن تابعه الام ديالها بالخطوات ديالها كاملين. كل خطوه كديرها الا ما كانتش الموافقه ديال حليمه. كيف ما عرفتوا بان حليمه هي اللي متخطى هذا الشيء كله. داكشي علاش كتقول الابنه ديالها الا فرطتي في عمر صغيور غادي يمشيو لنا الاملاك كامله. وهنا هند في الاخير غادا تحس بتانيب الضمير، وغادا ما تقدرش نهائيا انها تعيش بهذاك التانيب الضمير، وغادا تقرر انها تنهي الحياه ديالها في الحلقه الاخيره. غادا تنتحر وغادا تموت على نفس الطريقه اللي مات عليها عمر المعطاوي. ما غاداش تقدر نهائيا تبقى تكذب على الناس، لان كل شيء غادي يواجهها وغادي يقول لها غادا تعطينا الحقيقه كامله، وهي ما غاداش تقدر على هذا الشيء من طبيعه الحال. وغادا تقرر دير نهايه الحياه ديالها على يديها نفس الطريقه اللي مات بها الزوج ديالها. وحتى فاطمه كانت غادا تقول لهم الحقيقه كامله، لانها حتى هي ما قدرتش انها تعيش في تأنيب الضمير، ودائما الضمير ديالهم كيأنبهم الا حليمه غادا تجيها انهيار، لانها فقدت الابنه ديالها، فقدات كل شيء، الثروه، الابنه اللي كانت عندها في هذه الحياه فقداتها. داكشي علاش غادا حتى هي غادا تدخل في حاله انهيار، وغادي يبقى فيها الحال بزاف. وكيف ما عرفتوا بان الزوج ديالها غادا تظهر الزوجه ديالو، الابن ديالو، بزاف ديال الاشياء اللي غادي يظهروا في الحلقات المقبله ان شاء الله. وغادي يكون هادشي اتفاقيه الزوج ديال حليمه مع باتول، وغادي يكونوا متفقين على هادشي كامل. بالنسبه لسليمه غادا تعرف على شخص اخر في الحياه ديالها، وغادا تعيش مزيان، ولانها غادا تنسى هذاك الزوج ديالها السابق، وغادا تبدا حياتها من جديد، وغادا تعيش سعيده مع الزوج او الحبيب المستقبلي ان شاء الله. بالنسبه سليمه هنايا غادي يعترف لها مهدي بانه فعلا كيبغيها وما كانش كيبغيه هند نهائيا، غير هذاك مجرد خطا، وكان اكتشفوا العم ديالو. هو ما كانش كيبغيها بالمره، غير كانوا مجرد اصدقاء فقط، وعمره ما حس بها حس باتجاه ديالها بشي حاجه. وهو فعلا كيبغي حليمه، كيبغي عفوا نسيمه، كيبغيها. وهنا نسيمه من بعد ما حاول معها مهدي عده مرات، في الاخير غادا تقتنع، وغادا تعترف لي هي بالحب ديالها. كيف ما شفتوا ان نسيمه في الجزء الثاني طلعت على اساس انها شيخه، ولات باغا دير داكشي اللي كانت دارته حليمه، لان حليمه وصلت لواحد المرتبه
وكانت كتقول بانها حتى هي غادا دير نفس الطريقه، لان الشيخه وشوفها فين وصلت. عاد انا كيف ما عرفتوا بانه مهدي غادي يتزوج بنسيمه، وغادي حتى هما غادي يكملوا حياتهم في كندا، ما غاديش يكملوها معاهم، وغادي يعيشوا بسلام وحياه مزيانه. انتقلوا لباتول من بعد ما غادي تكتشف الحقيقه، غادي يكون الفرحه ديالها لانها اخيرا قدرت انها تنتصر او انها تعرف الحقيقه على الجميع، وبانهم كلهم يعرفوا الحقيقه ديال حليمه بالمساعده ديال الزوج ديالها وبمساعده ديال زوجة الزوج ديال حليمه. وكانت فرحانه بزاف، واخيرا قدرت انها تهنى من هذا المشكل وتكتشف للناس الحقيقه ديال حليمه وديال الابنه ديالها وحتى ديال فاطمه المساعده ديالهم، لانها حتى هي كانت داخله معهم في هاد الشيء كامل، وكانت كل شيء كديروه بالموافقه ديال حليمه. هاد الحلقه غادي تكون صراحه زوينه بزاف وفيها مفاجآت اللي كثيره، وكيف ما قلت لكم غيكونوا فيها افراح بالنسبه للزواج ديال مهدي مع نسيمه، وغادا تكون سليمه هي عايشه حياه سعيده، وغادي يكون انتحار ديال هند من طبيعه الحال، الانهيار او حليمه غادا تدخل في ازمه وغادا تبقى تبكي لانها فقدت الابنه ديال عفوا والثروه ديالها، بان هذاك الابن لحد الان ما عرفوش شكون، واش هو ولد فاطمه، واش هو ولد الصديقه بنت ديال حليمه. لحد الان مازال ما عرفناش شكون هو داك الابن، لان هند كانت غبرات لمده 9 شهور وعاد بانت ما عرفوهاش نهائيا منين جابت هذاك الولد، ولا كيفاش دارت ليه، ولا شكون الام ديالو، ولا شكون الاب ديالو. واخا البتول كدير جميع الاحتياطات باش تكتشف الحقيقه ديالهم، لحد الان مازال ما عرفوش. ان شاء الله كنتمنى هاد التوقعات ديال هاد الحلقه هذه ينالوا الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وكتشوفوا الفيديو ديالي، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد، وما تنساونيش بلي لايك والاراء ديالكم في التعاليق. من طبيعه الحال كنعاود نشكركم مره اخرى، وكنقول لكم بانني غبرت عليكم لظروف خاصه. الحمد لله هي كانت مزيانه، ولكن ان شاء الله في المستقبل غادي نولي نحاول انني ننزل لكم اي حلقات ديال المسلسلات كاملين اللي كيداروا على القناه الثانيه او اللي كتكون المشاهده ديالهم على القناه الثانيه. نحاول انني نحط لكم الملخصات كيف ما كنت كنحط لكم من قبل، وكنتمنى لكم التوفيق ورمضان كريم بصحه وسلامه وبطول العمر، وباش ما تمنيتو ان شاء الله، والله يدخلوا عليكم بكل ما كتمناو. يلا مع السلامه ان شاء الله، الى فيديو قادم، الى حلقه مقبله. تهلاو في ريوسكم ومع السلامه.